إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اليوم هو يوم التروية 8 من ذي الحجة لعام 1445، وغدا بإذن الله هو يوم عرفة، أفضل يوم في السنة، ينزل الله عز وجل فيه إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، يقرب من عباده ويتباهى بهم ويجيب دعواتهم ويكشف همومهم وغمومهم. هذا اليوم العظيم هو أشرف أيام السنة على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي الحديث. في هذه الحلقة سنناقش ونحاور شيخنا الجليل الدكتور حسن سلمان فيما يتعلق بفضل الحج وفضل يوم عرفة وتاريخ الإريتريين في أداء حج فريضة الحج التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليهم. سيكون معنا من الضيوف شيخنا أبو عمار وشيخنا الدكتور جلال، وهناك تقرير ومرئي عن حج الإريتريين. فإلى الحوار وإلى المناقشة، استعين الله تبارك وتعالى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا. وقبل أن أبدأ، غدا هو يوم عرفة، شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا صيامه، واحتسب عند الله تبارك وتعالى الأجر لمدة سنتين، السنة الماضية والسنة المقبلة. فمن فاته هذا اليوم فقد فاته خير كثير، ومن حرم فضل هذا اليوم فقد حرم خير كثير. ولا شك أن هذا اليوم العظيم تقام فيه جميع العبادات من أداء الصلوات والذكر وغيرها، ولكن الصيام يعتبر يوما خصه الشارع الحكيم لهذا اليوم لغير الحاج طبعا. طولت عليكم في المقدمة لعظم هذا اليوم، فهو اليوم الأفضل والأكمل في 365 يوما. قدروا هذا مشاهدي الأكارم. باسمكم جميعا أرحب مرة أخرى بفضيلة الشيخ حسن سلمان، وأسأل الله تعالى أن يفيض عليه الفتوحات والخيرات في هذه الحلقة. فإلى الحوار. حياكم الله شيخ حسن. أهلا وسهلا. فضل يوم عرفة وفضل الحج وما كتبه الله عز وجل على عباده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ويتقبل كذلك من سائر المسلمين أعمالهم في هذه الأيام المباركات، الأيام المعلومات. ونحن نستقبل كذلك إن شاء الله يوما عظيما وهو يوم عرفة، يوم غد.
بالنسبة لموضوع الأفضال أو قضية الفضل، هو أولا محض يعني اختيار الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله سبحانه وتعالى يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله أكبر. الله عز وجل خلق عوالم مختلفة وفاضل بينها. خلق عوالم الملائكة وفاضل بينها، خلق عوالم الأنبياء وفاضل بينهم، وخلق كذلك من الخلق الكثير وفاضل بينهم. فهذا على مستوى الخلق الله عز وجل فاضل، خاصة في العوالم التي تتصف بالحياة. وكذلك فاضل الله سبحانه وتعالى في عوالم الأمكنة، فجعل هنالك بعض الأمكنة أفضل من بعض، وهو محض اختياره. لا نستطيع أن نقول لماذا هذا اختيار الله عز وجل. نعم سبحانه يخلق وتعالى. ما يشاء جل جلاله. فجعل مثلا مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس والمسجد الأقصى من أفضل البقاع في الأرض، فالعبادة فيها ليست كالعبادة في غيرها. وخلق الله سبحانه وتعالى كذلك الأزمنة وفاضل بينها. نعم. فجعل الله سبحانه وتعالى هنالك شهرا في السنة وهو شهر رمضان، من أفضل الشهور في الأشهر، وهنالك يوما في الأسبوع وهو يوم الجمعة، وهنالك ساعة في الجمعة أيضا هي أفضل الساعات. أفضل الساعات. نعم. وهنالك كما تفضلت أيضا أفضل الليالي في رمضان، وأفضل الأيام في العشر من ذي الحجة. إذا أنت وهنالك الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم، وهكذا. فستلاحظ سبحان الله مسألة اختيار الله واصطفاؤه للأيام واصطفاؤه للأزمان واصطفاؤه للأمكنة واصطفاؤه للأشخاص، كل ذلك يدخل في اختياره سبحانه وتعالى. ويخلق ربك ما يشاء ويختار. نعم. ما كان لهم الخير. ما كان لهم الخير. سبحانه ونحن وتعالى. سبحان الله هنا يأتي دورنا نحن، هذا الاختيار الذي اختاره الله نحن نتلمسه ونتلمس فيه النفحات. نفحات الله سبحانه وتعالى التي جعلها خاصة في الأزمنة. جعل الله سبحانه هنالك أزمنة قال: تعرضوا لي في هذه الأزمنة فإن فيها الاستجابة وفيها القبول وفيها كذا. فأنت تحاول يعني بدل أن تتوه في 24 ساعة أو تتوه في، حدد لك على مستوى السنة، قال لك والله هنالك يوم في السنة، هنالك شهر في السنة، هنالك يوم في الأسبوع، وهكذا. فالمؤمن سبحان الله يحاول أن يتصيد هذه الأيام وهذه. فعندنا مثلا الآن في هذه الأشهر، الحج أشهر معلومات، عندنا في هذه الأشهر فريضة الحج، وهي من الفرائض العظيمة، وهي ركن من أركان الإسلام، والله سبحانه وتعالى يحط به الخطايا، ويعود الإنسان من حجه إذا كان حجا مبرورا. والحج المبرور الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا عصيان ولا اعتداء ولا كذا، فهو على كل يعود من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته، من ذنوبه كيوم ولدته. فأنت أمام فريضة بهذا الحجم. ثم أيضا فريضة الحج سبحان الله من الفرائض التي أول سمى الله بها سورة في كتابه، يعني يمكن الركن الوحيد الذي سمى الله به سورة كاملة هي سورة الحج. وحقيقة الواحد لما يتدبر هذه السورة يكاد يجد نفس الأسرار التي في هذه السورة تكاد تكون نفس الأسرار التي في هذه الفريضة. يعني إذا وقفت أنت على ستلاحظ بأن هذه الفريضة العظيمة تجمع ما بين التعبد البدني والتعبد المالي. يعني أنت في الصلاة تتعبد بدنيا، وفي الزكاة تتعبد ماليا، وفي الصيام تتعبد بدنيا. لكن الحج الفريضة التي جمع الله فيها الجانب البدني الجانب المالي. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإذا أنت أمام فريضة عظيمة جدا. فقوله من استطاع إليه سبيلا إشارة إلى المال، الجانب المالي والقدرة المالية. نعم. وتدخل فيها على كل حتى القدرة في الجانب قد يكون البدني. لكن هنا أنت أمام فريضة بهذا العظم وبهذا الحجم الكبير، ومرتبطة سبحان الله هذه العبادة مرتبطة أيضا زمانيا ومكانيا، يعني ليست مطلقة، بحيث كما أن هنالك للصيام شهر وللصلوات أوقات وللزكاة أيضا مواقيت محددة، فكذلك هنالك مواقيت محددة مكانيا وزمانيا لفريضة الحج. زمانيا عندنا أشهر لا يصح أن يقيم الإنسان هذا الحج إلا في هذه الأشهر. نعم. تبدأ من بداية الشوال وتنتهي معنا في العاشر من ذي الحجة أو نهاية ذي الحجة على قول المالكية. ماذا يقولون؟ جماعتنا الإمام مالك مع كمام الشهر، لكن كلهم لأن في فائدة. كلهم سبحان الله متفقون على أن بعد العاشر لا تستطيع أن تنشئ حجا. لكن الفضل موجود، هذه الميزة.
الفضل موجود، وأيضا الأحكام المتعلقة التي كانت في ذي الحجة وما استطاعوا أن يكملوها بعد الحج إلى نهاية الحج عندك فرصة. فهذه هي. وسبحان الله الإمام مالك وسع. هذا قول شيخنا الشيخ محمد مختار الشنقيطي وهو مالكي. أي طبعا حفظهم. فهذا الميقات الزماني، فلا يستطيع الإنسان مثلا أن ينشئ حجا في رمضان ولا أن ينشئ حجا في رجب، لا، قال لك الحج له. ثم أيضا مكانيا لا تستطيع أن تنشئ حجا في أندونيسيا، الحج سيكون وين؟ في الأرض. بقاع عظيمة، مكة المكرمة وعرفة ومنى ومزدلفة، هذه أماكن حددها الله عز وجل، حددها الله سبحانه. نعم. فأنا أقول الميقات المكاني العام هو مكة، لكن أيضا شرع النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت مكانية للوصول إلى هذا الميقات العام. نعم. هذه تسمى في الفقه الإسلامي اللي هي المواقيت المكانية، فحدد لك مواقيت مكانية وحدد لك ميقاتا عاما. فعلى كل أهم ما يمكن أن يشار إليه كما تفضلت في شعيرة الحج، طبعا الحلقة لا تحتمل الآن التفصيل الكبير، لا تحتمل، لكننا نحن إشارات في هذا الحج. هنالك يمكن أن نقول محور الحج، المركز الذي إذا فاتك كل شيء هو يوم غد. الحج عرفة. الحج عرفة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين المعاملة والدين النصيحة، أيضا قال الحج إيه؟ حج عرفة. ولذلك الفقهاء بنوا على هذا الأمر أن من فاته الوقوف بعرفة من ليل أو نهار ودخل عليه صبيحة يوم العيد فقد فاته الحج. لا يستطيع أن ينشئ حجا، ولكن يحولها بعد ذلك إلى إلى عمرة ويكمل هنا، ثم يعود بعد ذلك في العام القادم. هذا اليوم العظيم سبحان الله، يوم عرفة، فيه هذا التجلي العظيم الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى لعباده، يقترب منهم كما تفضلت، ينزل الله سبحانه وتعالى. وهذا النزول بطبيعة أيضا عالم الملكوت وعالم الملك والجلال والعظمة والكبرياء، أنت عليك أيضا أن تستصحب حجم الملائكة الذين يكونون في هذا اليوم. يا سلام. والحاج سبحان الله عليه يستحضر هذا المعنى، نزول الملك جل جلاله، عظمة هذا النزول، أيضا الكون يعني كله. أنت تقصد أنه لا يتصور أن ينزل الله عز وجل بمفرده، هكذا ينزل سبحانه وتعالى مع ملائكته وجاء ربك، وهذا الذي يليق به سبحانه وتعالى، نزولا يليق بجلاله، فهو نزول يليق بجلاله جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى والملائكة حضور على كل في هذا اليوم الذي تسبح فيه البشرية كلها في هذه البقعة المباركة، يحللون ويسبحون ويلبون ويكبرون ويدعون، وكل يشكو إلى الله سبحانه وتعالى ما يريد، وكل يطلب من الله سبحانه وتعالى ما يريد. في هذا اليوم سبحان الله يحصل من العتق ما الله به عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب. هل ينزل ربنا عز وجل في النهار في غير هذا اليوم؟ لا أعلم نزولا في غير عرفة فقط. النزول كله الثلث الأخير، حديث النزول سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة ليلا، لكنه في النهار هذا اليوم له النهار. وبالتالي هذا أمر عظيم، وكأنما سبحان الله حركة الكون كلها، لك أن تتصور أنت حركة الكون كلها ستكون في هذا اليوم أمرا مختلفا، تتغير سبحان الله. وبالتالي هذا الاستحضار مهم جدا، استحضار هذا المعنى العظيم. ثم أيضا أن الله قريب من عباده، أن الله قريب من عباده جل جلاله. نعم. فلا بد العبد أن يستحضر هذا المعنى، ولا بد أيضا في هذا اليوم أن نكثر من التعبد لله سبحانه بما شرع، وهو لا إله إلا الله. أفضل ما يقوله الإنسان في هذا اليوم هو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. اليوم هو يوم الدعاء شيخ حسن. نعم، يوم الدعاء، أليس كذلك؟ نعم، هذا اليوم هو يوم الذكر، يوم الدعاء الذكر بشقين. نعم، ذكر التسبيح والتهليل ولا إله إلا الله، وكذلك الدعاء. وليس هو يوم قرآن؟ نعم سبحان الله. شوف هذا اليوم، أيوة، وليس هو يوم الصلاة؟ نعم، لأن الشارع الحكيم اختصر الصلاة ركعتين للحاج لتتفرغ بعد ويتفرغ بعد ذلك. نعم. إذن ليس هو وقت القرآن. نعم. بعض الناس يقرأ القرآن وكذا في هذا، إنما نعم. هذا اليوم هو يوم الذكر، الدعاء. نعم. أفضل الذكر ما هو أيضا؟ أفضل ذكر هنا سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لماذا يا شيخ؟ قال أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، يعني كل الأنبياء الذين وقفوا على صعيد عرفة كان دعاؤهم لا إله إلا الله، وهذا إعلان بأمر عظيم قامت من أجله السماوات والأرض، وجردت سيوف التوحيد وجردت الجيوش وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وقام سوق الجنة والنار. سوق الجنة من أجل هذه الكلمة لا إله إلا الله. فإذا هذا السوق العظيم الذي أنشئ، هذا الأمر العظيم الذي أنشئت له هذه الكلمة تكرر في هذا اليوم وتقال بأكثر ما يمكن أن. هذا الذي يسمونه دعاء الذكر. دعاء الذكر أمرين: دعاء الذكر اللي هو دعاء الذكر اللي هو التسبيح والتهليل بما فيها لا إله إلا الله، ودعاء المسألة اللي هو الذي تطلب أنت فيه أمورك. نعم. فالدعاء قسمين: دعاء الذكر ودعاء المسألة. نعم. طيب. هو يوم الدعاء بشكل عام، سواء كان دعاء بالذكر أو دعاء بإيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وقف بعد أن صلى بالناس، وقف على راحلته وهو يدعو إلى المساء. فأنت في هذا اليوم كما تفضلت أشغل نفسك بهذا الموضوع وسأل الله سبحانه. جميل. كيف يكون وضع الشيطان؟ طبعا الشيطان في هذا اليوم يكون حزينا كئيبا، يخنس في هذا اليوم بشكل عظيم جدا، لأنه ينظر في هذا اليوم حجم الرحمة وحجم المغفرة وحجم القرب من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يقلقه ذلك بطبيعة الحال. وهكذا كأنه هو يوم خسارة بالنسبة له. نعم. اجتهد في إضلال الناس ثم سنة كاملة. نعم. ثم جاء الرب سبحانه وتعالى وعفى عنهم، فبالتالي تعبه راح فخرج يبكي. نعم سبحان الله. ليس كذلك شيخنا؟ هكذا. نعم. يعني يقولون في بعض الآثار: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر من يوم عرفة. الله أكبر. أحقر ولا أصغر من يوم عرفة. سبحان الله. إذن هذا وضعه، وهذا أيضا إشارة إلى أن الشيطان فعلا عدو للإنسان، وأن هذا اليوم يوم انتصار المسلم على الشيطان. طيب مشاهدينا الكرام، بيننا تقرير عن حجاج الإريتريين الذين سنتحدث عنهم إن شاء الله تعالى. نستمع ونشاهد هذا التقرير ثم نواصل الحوار مع شيخنا الشيخ حسن. بعد انقطاع دام 4 أعوام منذ 2020، وذلك بسبب انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها، توجهت الوفود من الحجاج الإريتريين إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لأداء مناسك الحج لعام 1445 هجرية، حيث بدأ سفر الحجاج الإريتريون من جميع الأقاليم منذ 29 مايو الماضي بعد إكمال الإجراءات الرسمية. وقد بلغ عدد الحجاج الإريتريون لهذا العام 610 حاجا وحاجة، حيث توجهوا على شكل 5 دفعات عبر طيران تاركو. وقد كان الفرح والشوق يغمر كل الحجاج الإريتريين لزيارة الأراضي المقدسة بعد هذا الانقطاع الطويل. طيب شيخ حسن، استمعنا إلى هذا التقرير المختصر عن حجاج بيت الله الحرام الإريتريين، وكانوا قد توقفوا حوالي 4 سنوات بسبب جائحة كورونا، واليوم وفي هذا العام سمح لهم كما سمعنا، وهذا والحمد لله يعني عادت المياه إلى مجاريها، نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم. لو استطعنا أن نمر على تاريخ حجاج الإريتريين مرورا سريعا، وأنا بدوري أيضا لدي يعني بعض التقارير عن تعاون طلاب الجامعة الإسلامية لما كنت طالبا في الجامعة ومشرفا على بعض الدعاة. كان هناك تعاون كبير من طلاب الجامعة الإسلامية مع الحجاج، إن شاء الله أفيد به، ولكن نستمع منكم شيخنا الكريم تقريرا مختصرا أو تعليقا على هذا التقرير وتاريخ مختصر عن حجاج بيت الله الحرام. طيب، هو حقيقة أنا قبل كده يمكن كنت عضو في مجموعة أعدت كتاب حول الحجاج الإريتريين، كان برئاسة أخونا الدكتور عبد الله الجبرتي، وأنا أحييه حقيقة من المناسبة. كان البحث مطلوب من دارة الملك عبد العزيز، كانت هي التي
أجرت هذا الموضوع حول الحجاج في العالم. فكان نحن تقريبا عددنا التقرير المتعلق بالحجاج الإريتريين. أول تاريخ الحجاج في إريتريا تاريخ عريق جدا، بدءا من وصول عموما المجموعات الأولى للمسلمين في أرض الحبشة، فأنت مرتبطة على كل تاريخيا حيثما وجد المسلمون في مكان فهم مرتبطون بشكل أو آخر على كل بالبيت الحرام. لكن التاريخ الحديث تحديدا من الاستعمار الأثيوبي، لو أخذنا الاستعمار الأثيوبي كانت طبعا في فترة الاحتلال الأثيوبي كان الحجاج في إريتريا يمرون عبر الإجراءات المعهودة للنظام الأثيوبي، وبعضهم كان يذهب إلى السودان ويشترك أيضا عن طريق اللاجئين، كانت في حصص للاجئين الإريتريين في السودان، من خلالها على كل أيضا فكان مسارين تقريبا. المسار الأول مسار الدولة الأثيوبية، والمسار الثاني هو مسار اللاجئين والأمم المتحدة، وعبرها على كل كان يتم عملية الحجيج. ثم جاءت بعد ذلك الدولة الوطنية الحالية. حقيقة ملاحظتي هنا طبعا موضوع طويل جدا، ملاحظتي من خلال رصدنا للأعداد، اللحظة التي سنة 91 تحديدا مجرد ما دخل النظام الحالي إلى أسمرة كان أعلى نسبة حجاج في ذلك العام. بعدها سبحان الله رصدنا حالة تراجع مستمر. يعني مثلا أديك مثال، الآن نحن في التقرير شاهدنا 600 أو كم؟ 650. نعم. طيب النصيب بتاعت إريتريا يفترض لا يقل حسب نسبة السكان، لا يقل على الأقل عن 6000 أو 7000، لأنه مقابل كل مليون في شنو؟ في 1000 حاج. العدد الحالي لا يتناسب مع إيه؟ مع النسبة. يعني الآن هذا العدد كأنك أنت في دولة فيها 650,000، أقل من مليون يعني تقريبا. لكن ألا ترى أن 650 أيضا كثير في ظل الوضع الاقتصادي للشعب الإريتري؟ لا، هي على كل، والمسألة متعلقة بالحجاج وأنهم مش قادرين على أنه يحج، هذه قضية أخرى. لكن أنا الذي على كل لاحظناه في التقرير هنالك إشكالات كبيرة جدا فيما يتعلق بالإجراءات الفنية، فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، في كثير من الأشياء في هذا الجانب يعني. فليست هي فقط كلها عدم قدرة يعني، بالعكس المسألة في بعض الناس عندهم القدرة وبإمكانهم أن يحجوا. فأقل شيء أنا في رأيي يفترض أنه والله النسبة المحددة للدولة الإريترية على الأقل يصل نصفها مثلا، إن لم يصل العدد كاملا. إذا من هنا يعني نطالب السلطات في أوقاف الحج في إريتريا أن يعيدوا النظر في قضية العدد، وهي فرصة أن ولكن أيضا ماذا تقول لهؤلاء 650 حاجا إريتريين؟ رسالتكم لهم أولا نهنئهم بهذا الخير الكبير ونسأل الله تعالى لهم القبول. من جهتكم شيخ حسن توجيهكم لحجاجنا الإريتريين. ونحمد الله سبحانه وتعالى يعني أنه الناس على الأقل بعد تعطيل 4 سنوات، والتعطيل نفسه أنا في رأيي يفترض كان الحالة تنسجم أيضا مع حالة بقية الحجيج في العالم. يعني لا تتوقف المسألة 4 سنوات كاملة تحت حجة إنه والله موضوع كورونا ما كورونا في النهاية كانت في إجراءات ولم يتوقف إلا يمكن حصل تضييق في العدد في سنة من السنوات، وإلا باقي السنوات يفترض أن تمشي الأمور بشكل طبيعي. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن تهيأت على كلنا الفرصة للناس بحيث يباشر الحجاج الآن. نعم الحمد لله. ثم أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على كل الحجاج على أداء فريضتهم، وأن يقوموا كذلك بالاستفادة بقدر الإمكان مما يتاح لهم كذلك في الأراضي المقدسة، أرض الحرمين، سواء كان من تعليم، سواء كان من عبادة، سواء كان من احتكاك كذلك ببقية المسلمين. على كل هي فرصة، مسألة الحج هي فرصة كبيرة جدا، وخاصة الحجاج الإريتريين سبحان الله من خلال متابعاتنا كذلك كان هنالك الكثير من الاستفادة كان يستفيدها الحجاج، وخاصة في فترة من الفترات، خاصة في عهد الملك فهد عليه رحمة الله وما بعده كذلك، كانت هنالك بعثة خاصة تابعة تقريبا للملك فهد، وهذه البعثة من أولها إلى آخرها تقريبا كان يكفلها الملك فهد، وبعد ذلك يقوم بكل الفحوصات الصحية والطبية لهؤلاء. فكانوا سبحان الله يقومون ضيوف خادم الحرمين الشريفين. ضيوف خادم الحرمين هؤلاء كانت البعثة تقوم بكل الاحتياجات، وخصوصا كثير من الناس يكونوا مثلا كبار سن ومرضى، وبعضهم سبحان الله أعرف حتى بعضهم كانوا من المسؤولين في النظام، فكانوا ينالون على كل ما يتاح لهم من خير
ديني ودنيوي في هذا الجانب. المهم عندنا الآن هو كيف يستفيدون من هذه الزيارة تعبدا لله سبحانه وتعالى، معرفة بالتوحيد، معرفة بأحكام الشريعة، التعرف عن قرب على معالم الإسلام في هذه الأرض المباركة، الاحتكاك كذلك بالطلاب الإريتريين المتواجدين بطبيعة الحال هناك، وأكيد سيقومون إن شاء الله بدورهم في عمليات التعليم. أيضا الحرص حقيقة على الالتزام بالمشاعر، لأنه كنا نلاحظ أحيانا، خاصة فترات اللي أنا عشتها أيضا في السعودية، كنا نلاحظ أحيانا يحصل نوع من الإهمال من البعثة في أنه والله مثلا يكون المخيم الإريتريي أحيانا تجده خارج المناطق المفترض يكونوا فيها، وبالتالي لا يلتفتون بعد ذلك إلى مثلا قضية المبيت بمنى مثلا، فيحصل فيها أيضا قصور. فعلى كل هذه الأمور كلها لا بد من التنبه لها في هذه السنة إن شاء الله. طيب شيخنا، يعني هؤلاء الحجاج قادمون من إريتريا، وإريتريا الحمد لله فيها الدعوة إلى التوحيد وفيها الخير، لكن بعض الناس ربما يكون عنده بعض الشركيات، بعض التعلق بالأولياء والصالحين، توجيهكم حول هذا؟ على كل هي فرصة. أنا في رأيي الحج ليس موسما فقط لأنك أنت والله تذهب إلى الحرمين وتعود كما كنت، لا، فرصة لأنك أنت تتعرف على الحج. يمكن من الأسرار العظيمة فيه قيمة التوحيد التي ذكرنا، يمكن ده أعظم قيمة. يعني لو رأيت من بداية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فإعلان كلمة التوحيد ابتداء، وتظل معك هذه الكلمة، تظل معك في الطواف، وتظل معك في السعي، وتظل معك في الوقوف بعرفة، وتظل معك في مزدلفة. فكلمة لا إله إلا الله التي تعني كمال التوحيد، تمام التوحيد وكماله، والحرص على أن لا يكون الإنسان يمس هذا الأصل العظيم اللي هو يمس. فالوصول إلى أرض الحرمين هي على كل فرصة لأن يتزود الإنسان ويكون عنده إن شاء الله مزيد من المعرفة ومزيد من العلم بأحكام هذا الأمر العظيم وهو توحيد الله سبحانه. يعني هنا نحن نذكر مشاهدينا الأكارم بالحرص على التوحيد والحذر من الشرك بالله. نعم. خاصة الذين تعودت قلوبهم مع الأسف في مثلا يعني والعياذ بالله التقرب للأولياء والصالحين كعبد القادر الجيلاني والشيخ مزمل وآدم الكناني وبعض الأولياء. يعني أنا زرت إلى منطقة فورو وكنت أمر على قرية فيقولون لي في كل قرية يوجد ولي، ويقول ها أنا ذا موجود ها هنا، فتقدم له القربات ويقدم مع الأسف الشديد. ونعم، فالحجاج الذين يأتون من إريتريا عليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا الموضوع الخطير، فإنه يفسد أعمالهم ويفسد أمورهم. كذلك أحب أن أضيف فيما يتعلق متقدما بالشكر الجزيل لبعثة الحج الإريترية التي تتعاون مع طلاب الجامعة الإسلامية. فطلاب الجامعة الإسلامية منذ 2001 يقومون بمساعدة وخدمة حجاج بيت الله الحرام من الإريتريين، يوجهونهم ويرشدونهم، وأيضا يوجهوا يعني الذين يتيهون في الطرقات، بل الذين يحصل لهم أيضا بعض الأمور العوائق الصحية يأخذونهم إلى المستشفيات. وكان في مرة من المرات سبحان الله أحد الحجاج وهو عضو في البعثة كان شديد على الطلاب، وكان يخبرونني كان شديدا علينا ويظن أننا وهابية وأننا كذا وكذا. فكان هذا الحاج سبحان الله قدر الله أنه ضاع وفقد الطريق، ومكث الطلاب يبحثون عنه ليلا ونهارا حتى وجدوه. فلما وجدوه فرح بهم كثيرا واحتضنهم وقبلهم، ومنذ تلك الساعة وهو يشكرهم ويذكرهم بخير، وكانوا من أحب الناس إليه. قدر الله عز وجل هذا الضياع لأجل أن يبين مكانته. والشباب طبعا كانوا محتسبين جزاهم الله خير، يأتون بالمكبرات ويأتون بالصوتيات ويقومون بواجب الدعوة واجب المحاضرات ويصلون. طبعا هم حفظة لكتاب الله، هم إريتريين، هم إريتريون أصلا من أبناء كرن ومن أبناء منصورة ومن أبناء حقات ومن أبناء جندع ومن أبناء أسمرة، يجدون اللغة التجرينية والعربية ويجدون التجري. شباب يعني شرواك
إلى يومنا هذا البرنامج قائم. فتحية عطرة لبعثة حج إريتريا، حقيقة نحييهم من هنا على تعاونهم مع أبنائهم. فأصبح الحاج. هل في مطبوعات مثلا، بعض المطبوعات عن الحج أيضا هذا الجانب؟ عندهم مطبوعات من ألفها بعض المشايخ في داخل إريتريا يأتون، ولكن بعثة الحج صرفت بطاقات للطلاب. أيوه. صرفت بطاقات لهم. نعم. وأصبحوا كحجاج رسميين. حتى السلطات السعودية أيضا لا تتعرض لهم، يعتبرون ضمن بعثة الحج. جميل. حقيقة نحيي بعثة الحج الإريترية. صح. من هذا المكان. معنا اتصال شيخنا الشيخ أبو عمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أنت على الهواء مباشرة حول قضية فضل يوم عرفة وموقف الحجاج الإريتريين من ذلك، وأهلا وسهلا بك. الله يحييكم شيخنا الشيخ برهان، دكتور حسن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في هذه المداخلة اليسيرة يسعدني ويشرفني أن أحيي مشاهدي ومشاهدات قناة سلام الفضائية، فحياكم الله وبياكم أهلا وسهلا. ومع يوم الحج الأكبر يوم عرفة أفضل الأيام عند الله، كما جاء الحديث في ذلك أفضل الأيام يوم عرفة. وهذا اليوم لمن وفقه الله عز وجل وأكرمه لأن يكون من الحجاج فأعظم بذلك من نعمة. ينبغي أن يتوجه من أكرمه الله بهذه النعمة بالشكر لله عز وجل وحسن الثناء عليه والتضرع. يوم عرفة كما استمعنا من المشايخ الفضلاء يوم عظيم، فإن كان الملائكة تنزل في العشر الأواخر، تنزل الملائكة والروح فيها، فإن يوم عرفة ربنا الكريم الرحمن ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فأنتم أيها الحجاج الكرام يباهي الله بكم، يباهي الله بأهل الأرض أهل السماء. في الرواية الأخرى إن الله يباهي بأهل عرفة وملائكته، فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا غبرا. يوم عرفة يا من وفقت لتكون حاجا هو كما جاء في الحديث خير الأيام، والدعاء فيه كما ثبت أفضل الدعاء دعاء عرفة. الرواية الأخرى خير الدعاء دعاء عرفة. فإن كنت في عرفة بإذن الله أيها الحاج غدا فتضرع إلى الله، توكل إلى الله مع الجموع المباركة بقلب صاف، نية صادقة، بتوبة لا يعكرها شيء، توبة خالصة لله عز وجل من جميع الذنوب صغارها وكبارها، حتى تتنزل عليك البركات وتحفك الرحمات بخير الدعاء. يباهي الله بك أهل السماوات، تتنزل عليك الرحمات، أنت في عرفة بين عين باكية وأياد إلى الله مرفوعة، قلب خاشع يلهج بالتكبير والتهليل، يلهج بالتسبيح، يلهج بذكر الله بالاستغفار، حتى إن شاء الله تعالى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. تخرج كيوم ولدتك أمك بحيث لا ذنب عليك، مغفور لك، الله سبحانه وتعالى يمحو عنك ذنبك، فتكون بهذا إن شاء الله حياة جديدة. تخرج بهذا اليوم المبارك أنت كالمولود، يعني غسلت ذنوبك ومحيت سيئاتك. فإذا هذا اليوم ليكون يوم حياتك الذي يتميز بصدق الابتهال، صدق الرجوع إلى الله الصادقة. شكرا أبو عمار. كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف، وكما وقف معه المسلمون، يعني من اللجوء ومن الاستغفار، ومن كما كان كذلك حال السلف. يذكر عن
عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه جاء إلى سفيان الثوري عشية يوم عرفة وهو جاث على ركبتيه. لا إله إلا، انظر إلى هذا الحال، وعيناه تدمعان. فالتفت سفيان إلى ابن المبارك، وهنا يسأله ابن المبارك: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ يعني من السيء في هذا الجمع اللي رحمات فيه مغفرة وجمع الله عز وجل حاضر والقلوب إلى الله أقرب والنفوس خاشعة، من أسوأ حال يمكن أن يكون في هذا؟ نسأل الله السلامة. يقول سفيان: الذي يظن أن الله لا يغفر له. يعني واحد يجي يظن أنه لما يغفر له، هذا حقيقة سيء. في هذا المقام أنت ثق بالله عز وجل بأنك مغفور الذنوب، بأنك مجاب الدعاء، بأنك محل تنزل رحمة الله عز وجل. فهذا حال الحاج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجهم مبرورا، سعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا. أما غير الحجاج فالحديث فيه قد تحدث المشايخ، فلنكون بإذن الله يعني ممن صام حتى بصيامنا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة أحتسب عند الله أن يغفر به السنة السابقة والسنة اللاحقة. فإذا أنت أيها الذي كذلك لم تحج، فربنا من فضله وكرمه أن جعل لك هذا الأجر العظيم بالصيام، فليكن وقتك مليء بالقرآن، بالذكر، بالاستغفار، سماحة النفس، بالتوبة، بالرجوع إلى الله، بأن يكون يوم عرفة لبيتنا بيتا يعني يوما مباركا، أسرتنا وأولادنا بالصيام، بقراءة القرآن، بالابتهال إلى الله. أسأل الله سبحانه من حجاجنا ومن غير حجاجنا باللجوء إلى الله. فإن كان يوم الحج الأكبر فلنجعله كذلك يوم التضرع الأكبر، يوم المطالب الكبرى، الحاجات التي نرفعها. أمتنا تحتاج منا إلى أن حقيقة نرجع إلى الله، يعني أفرادا وشعوبا وجماعات ودولا وأنظمة، كلنا مطالبون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أن ترفع حاجاتنا، بأن أحوالنا تستقيم، شريعة الله بأن تطبق فينا، بأن يولي على المسلمين خيارهم، بأن يرفع عن الأمة هذا الضيم وهذا الاعتداء وهذا الجبروت الذي يقع عليها من أهل الكفر ومن أهل الشرك، أن يعز الله جنده وينصر عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اليوم يوم رجوع الله، يوم نزول الرحمات، يوم يكون فيه صدق الابتهال، حتى إن شاء الله نكون لله عز وجل أقرب، وتجاب الدعوات والعثرات وتتنزل البركات. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. شكرا شيخنا أبو عمار، جزاك الله خير على هذه المداخلة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها المشاهدين والمستمعين. الشيخ حسن، غدا يعتبر هو أعظم يوم قلنا، ولكن أيضا من الناحية الاجتماعية الحج يعتبر مؤتمر يجمع كل الخلائق وجميع، أقصد يعني من كل الخلائق، ويأتون من كل فج عميق. الجانب الروحاني لهذا اليوم من هذه الجهة، ما تقول فيه وما تعلق؟ طبعا الجانب الروحاني في الحج يكاد يكون من أوله إلى آخره فيه هذا البعد، بعد الجانب الروحاني. وكما قال أحدهم: الإنسان إذا أردنا أن نعرفه يقول هو كائن روحاني، بطبيعته أن الإنسان ليس فقط حيوان ناطق كما عرفه المناطق والفلاسفة، ولكن الإنسان في حقيقته كائن روحاني، بمعنى يبحث عما يشبع روحه. فمهما حاولت أنت أن تشبع فيه عنصر المادة، لكنه يظل هو يبحث عن العنصر الآخر والمكون الآخر. هذا المكون سبحان الله يبدو في الحج بشكل كبير وواضح، وخصوصا منطقة التوحيد ومنطقة التسليم. يعني أنت من جهة تريد أن توحد الله سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا، وتتشبث بهذا التوحيد، وأنت تقتدي في ذلك بإبراهيم عليه السلام، اللي هو: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فإبراهيم عليه السلام هو رمز التوحيد كما هو
معروف. لكن أيضا في جانب آخر اللي هو جانب التسليم لله، توحيد الله والتسليم لله. التسليم لله الحج يكاد كله تسليم، كاد كله تسليم من أوله إلى آخره. بمعنى لو أردت أن تسأل نفسك لماذا والله التوقيت في الأشهر، لماذا التوقيت في المكان، لماذا التوقيت في المواقيت، لماذا الأشواط 7 أشواط، لماذا السعي بين الصفا والمروة، هذه كلها لو أردت أن تقول لماذا لن تجد إلا شيئا واحدا، وهو أننا نلتزم بشرع الله سبحانه فيما أمر. وابن تيمية عليه رحمة الله له مقولة جميلة جدا يقول: جماع الدين ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. فأنت في الحج كله سبحان الله تسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت أعظم قصة في موضوع الحج هي رمزية إسماعيل عليه السلام عندما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه، يذبح ولده، فقال له: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظر إلى هذا الشاب الذي ترعرع مع والده ونشأ على التوحيد ونشأ على طاعة الله، مستعد أنه في سبيل تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى يقدم إيه؟ يقدم رقبته. سبحان الله. فأعظم شيء نحن حقيقة نحتاجه في هذا الحج هو كيف أن والله كل الأمور يكون فيها التسليم لله سبحانه وتعالى. طيب شيخ حسن، يقع هذا الحج في ظل معركة الطوفان، في دقيقة تعليقكم. طبعا حقيقة موضوع الطوفان له صلة كبيرة جدا، وخصوصا سمي طوفان الأقصى، والأقصى هو عبارة عن إيه؟ عن توأم الحرمين الشريفين. صحيح. توأم مكة وتوأم المدينة، قبلة المسلمين الأول، قبلة المسلمين الأولى. وبالتالي سيظل أنا في تقديري هنالك قصة في كل مسلم وهو يشعر في حجه وفي طوافه وفي زيارته للمسجد النبوي، سيشعر بأن هنالك ثلم وهنالك نقطة على كل في الأمة مفتوحة، وهي الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، ومنها أيضا سيطرته على المسجد اللي هو المسجد الأقصى، هذا المسجد الذي أسري فيه للنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعلى كل نحن هنا طبعا، والحجاج وهم يجأرون ويدعون الله سبحانه وتعالى عليهم كذلك أن يكثروا من الدعاء لإخوانهم في فلسطين، أن ينصرهم وأن يعينهم وأن يثبتهم، فهم حقيقة يخوضون معركة نيابة عن الأمة كلها، وقد تكالب عليهم الأعداء من كل مكان، وللأسف الشديد تحالف مع الأعداء الذين هم يمثلون الحملات الصليبية، تحالف معهم من بني جلدتنا والعياذ بالله، ممن يصنفون أيضا بأنهم من هذه الأمة وليسوا منها والعياذ بالله. بارك الله فيكم شيخ حسن، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. مشاهدينا الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم، ولا يفوتنا أيضا أن نذكركم بشريعة الأضحية التي تذبح في يوم العيد الأكبر بعد أداء صلاة العيد. فهذه العبادة العظيمة التي أشار إليها الشيخ في قصة إبراهيم عليه السلام هي من أعظم العبادات التي تقدم لله عز وجل في هذه العشر. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. من ضمن هذه الأعمال أداء الأضحية، فلا تنسوا بارك الله فيكم أن تؤدونها طيبة بها أنفسكم، وأن تستعدوا لذلك. ومن ليس عنده قيمة الأضحية فلا حرج عليه، فمتى ما يسر الله له في الأعوام القادمة يضحي. لكن الإشكال من عنده قيمة الأضحية في تلك الليلة ولا يضحي ويستهين بهذه الشعيرة، هذا الذي نذكره ونخوفه بالله عز وجل. وإن كان جمهور العلماء يرون أن الأضحية سنة مؤكدة، لكن بعض المحققين يرونها أنها فرض على المقتدر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يعيننا على صيام يوم عرفة غدا، وأن يوفق الحجاج لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل حجهم ويكفر سيئاتهم. ونخص بالذكر
حجاج بيت الله الحرام الإريتريين تحية عطرة من قناة سلام فردا فردا، وتحية عطرة خاصة بعثة الحج الإريترية. نسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يوفقكم لكل خير، وأن يعيدكم إلى دياركم إريتريا سالمين غانمين، قد بدلت سيئاتكم حسنات ورجعتم كيوم ولدتكم أمهاتكم. إخواني مشاهدي الأكارم، هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.